السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. كيف حالكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ تنشكر كاع الناس اللي كيسولوا، الله يجزيكم بخير. واحد المرض الله يجيكم، واحد الفترات تكون عندي شوية الحساسية، نسأل الله تعالى أن يعافيكم جميعا. بعجالة واحد الكلام قلتو أن الزواج بموظفة بحال كي قالوا الناس زمان، بحال طاجين الشميت. تيقول لك طاجين الشميت نصبة وقلة اللدام. هذا ما تينقص من المراه الموظفه، وتنقول لك انا ما تزوج بالمراه لا اعوذ بالله. حنا الحمد لله راه عايشين مع الموظفات. كاع النساء اللي كنعرف انا 99% تنعرف النساء في الواقع كلهم موظفات وكلهم خدامات، قليل اللي كتلقاها ما خداماش. الله يكون في العوان لكل واحد. انا غير قلت لك بانه الطاجين الشماي تيكون نصبه وقله اليدام، بمعنى انه داك الطاجين اما يوحل لك، اما خصك باش دوزو، اما علاش؟ لان في واحد الوقت الله المستعان المراه دابا النساء الله يكون في والله الذي لا رب سوى ما بغاوش يخدموا. اغلبيه النساء كتقول لك هادي كي بغيت نديرو الزمان وما لقيتش الراجل اللي يصرف عليا وما لقيتش. حنايا تنقولوا للرجال كونوا رجال الله يجزيكم بخير، ديروا الطواجن بقوامها ولا ما تاكلش الطاجين. اما الطاجين الحقيقي راه تيكون مثلا مدغمر وزوين وبنين. هذا هي معنى ضربناه، ماشي قللنا من المراه والعياذ بالله. اعوذ بالله. حنا الحمد لله المراه في الاسلام كرمها الله عز وجل وخلاها تكون في احسن صوره واحسن مكان. خص المراه الموظفه تكون بقيمتها وتكون بحجابها الشرعي، تكون بالامور ديالها بقوامها. لما كانتش بقوامها راهي كتضيع في الوقت. وحنا الحمد لله راه الاسلام ديالنا راه باين وواضح في هذه المساله هذه، والعلماء تكلموا في هذا الامر هذا. حنا اذا نقولوا بانه الزواج بمراه خدامه راه فيه امور اللي هي كتنقص من القوامه ديالك وكتنقص من الرجوله ديالك. الا كانت شي مراه الله يجازيها بخير اللي في اماكن مزيانه وبالعفه ديالها تحترم راسها وتحترم امورها، والله يجزيهم بخير. بغينا معلمات، بغينا اساتذه، بغينا كذا، ولكن ما يكونش المصائب اللي كنسمعوا. انا راه هذه الصفحه من نظر راه كنسمع المئات الرسائل تسجيليه، مئات القصص، الناس مزوجين بحال ما مزوجين، الناس مشاكل كثيره. والناس اللي كيصيفطوا لنا راه خاصهم وكذا يشهدوا الله تعالى ما رددت احدا قط. اللي عندي والله ما نردها لشي واحد بالله، اللي جات نعطي داكشي اللي كتب الله، واللي ما عنديش نقول له والله يا خويا ما عندي وتندعي معاه. ما تيمشيش خاوي، تيمشي بالدعاء. حنا ما كرهناش، ما مشينا سعينا حتى بلا نديرو شي حاجه اللي تكون في المستوى وتكون كذا، ولكن صعيب. الان الناس تتاكل بدينها، الناس كتلعب في العافيه، الناس كتستغل النساء، كتزوج بهادي باش تستغل على قبل الفلوس. حنا بغينا نكونوا مكتملين. كننصحك انا واحد النصيحه نتاعت: تزوج مراه وجلسها في دارها وصرف عليها وقوم بها باش تكون راجل. اما لا تزوجها بموظفه وعندها مخالفات شرعيه وكذا بتنقص من رجولتك. هذه هضره نتاع الخوت، ما تقلقش مني. وراه الحق مر لا يقبله الا الرجل الحر. حنا هادشي تنشاركو غير الافكار، كل حر في حياته. تيقول لك انا راه بغيت هاد الدجاجه وبكمونه. الدجاجه بكمونه انا عماس هو تكون متزينه، حافظه ما تيسر من كتاب الله، عندها السنه وجالسه في دارها ومغطيه ما تبانش. شوف شي واحد تقبلي عينيه الغيره هكا ديال الرجوله. شي غنعرف انايا كيف ما هذاك يقول لك انا حر بغيت نعريها، شغلك هذاك. انا حر بغيت نغطيها، بيقرب لها شي واحد تقبلي عينيه. هذاك الشيء عقيده وسنه وكذا. واحد قال لي انا ما تزوجتهاش موظفه، راه بغيتي تمرض وبغيتي تولي متقاعد معلم. انا كتب لك الله تعالى شي حاجه، انت في صحتك وفي قوتك العقليه راه كنتي راجل وكنتي كتسعى باش تقوم بهذيك المراه وما يشوفهاش لك شي واحد. اما لا كنتي في واحد الموقف حرج راه الله تعالى شافك. الضروريات تبيح المحظورات. تيقول لك لا خصك طبيبه، خصها طبيبات. راه عندنا الفيضان الطبيبات. واش في راسكم راه بيقرنوا كاع الطبيبه بيخلوها في المغرب بيولي بحال داكشي في مصر تولي تقلب على خدمه ما تلقاهاش. عندنا الطبيبات بزاف كثير. هادشي انا ما قلنا لك ما تزوج بطبيبه، هذاك شغلك هذاك. حنايا تنقول لك راه بغيتي تكون راجل ديال بصح، خذ متزينه، اظفر بذات الدين. الا كانت متزينه خدامه في واحد البلاصه ما فيهاش اختلاط، ما فيهاش فساد، ما فيهاش كذا، هذا الشيء اللي بغينا. ولكن على المصائب اللي كنسمعوا حنا في الواقع راه ما تبقاش تحمقوا ليها دماغي. تقول لك لا راه هذيك عفيفه على هذيك، كي درتي ليها؟ واش وحده ما تيشوفها حتى واحد؟ بحال وحده تضل تيشوفها رجال النهار كله. حنا خدونا مع النساء خدامين. حنا فين كنا حنا نازلين من الفضاء؟ راه بلا ما نعاود لكم المازير هذاك الشيء الله المستعان. بلا ما كتلقى تحتي مع 9 10 12 يا بالضحك. ولكن الانسان فاش يخصو يتوب الله تعالى ما خصوش يجلس في الاختلاطات، يجلس في العافيه ويقلب على حاجه اللي فيها سلامه الله تعالى. لانك بتعيش مره واحده، اما ترضي الله عز وجل اما تكونش ماته. حنا تنقول لك هادشي ما يجيكش قاصح، راه هادشي راه هو الحق. بلا ما تبقى تضر في راسك، بتعيشي واحد شويه بغيتي تدع. اما تنوي واحد النيه زوينه انك تزوج وتعيش راجل بحال الرجال تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. شو واحد تيقول لك لا راه امنا خديجه رضي الله عنها. امنا خديجه راه عرفتي شكون هي امنا خديجه؟ قرا عليها بعدا شكون هي. وهي اللي كانت تصيفط، هي راه ما كانتش تخدم، هي راه بمالها. راه الرجال كانوا يمشيو يخدموا لها في تجارتها وتيصافوا لها برزقها وكذا. اما هي امنا خديجه رضي الله عنها اوازت النبي صلى الله عليه وسلم باش ينصروا الدين لاعلاء كلمه الله.
زملوني فاش وقع عليها اول وحده ونسته هي امنا خديجه رضي الله عنها، الزوجه الصالحه التقيه العفيفه. ماذا بينا حنا كون لقينا هاد الزوجات نتزوجوا ربعه، ولكن فينا هما؟ كاين الخير، ولكن داكشي راه ما تيستقمش. ولكن تكون متدينه متخلقه، وتكون ما تقدرش يشوف فيها شي واحد خصو يموت من الاخر. انا هادشي تنعرف، انا هكا هذه هي عقيدتي وهذا هو ديني، وحنا تنشاركوا الافكار وكل افكاره وكل يطبل راسو. والحمد لله حنا المغاربه تنفهموا بزاف وتنعرفوا كلشي. اللي بان لنا الخير تنشوفوا وتنسمعوا تيعرفوا، تيحس بك ما بيتي ليه الخير ما عندك لا انا قال جا هادشي. ولكن شي واحد اللي بالك الشر وبالك يقيدك، ولا والله ما قفلتي لا فورتي، والله لا خصك حتى انت دير كذا ودير كذا، بغيتي تكرفس وانت ما ديال تكرفس. حنا هادشي خذوه من باب غادي انت معاك غادي. حنا هاد المقطع شوفوا جوج الناس وداروا بهذا الكلام هذا وكانوا رجال، الله يجعل شي بركه. هما حنا تنهربوا كاع حنا من المقاطع، ما باقي نديروا حنا والو. اي حاجه نتكلموا فيها، اي حاجه نخوضوا فيها، لا الحمد لله اهل العلم هما كاين ما كيتصنت لهم حد. كاين العلماء ثلاث: عالم رباني اللي هو عالم امه، وعالم مله، وعالم دوله. نسال الله تعالى يجعلنا نقتديو بالعلماء الربانيين اللي تيخافوا الله تعالى وتيقولوا الكلام وتيوزنوه وتيعرفوا العاقبه ديالو. حنا تنشاركوا افكارنا، ولكن ترجعوا للعلماء خصهم يقولوا لنا حتى هما اش نديروا، واش نفعلوا في النوازل. وهذا الشيء راه خطالط، ولكن باش ما رجعتي للشرب الاول واتقيتي الله عز وجل وحافظتي على الاسره ديالك ما استطعت، ودرتي واحد الكرياج بغيتي تنجا، خليتي الامور كما هي وبقيتي غادي وديتي معاك غادي، راه بغيتي تضيع الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.